أوقات كتير لما بنقرأ قضية قتل أو اختفاء أو قضايا لقتلة متسلسلين، سؤالنا الأول بيكون مين ممكن يعمل كده؟ وخاصة لو القاتل مش معروف. عشان كده احنا في تحقيق بنقدم لك القضايا اللي اتقفلت ضد مجهول بنظرة مختلفة، تفكير مختلف. بنفتح لك طريق انك تفكر وتحقق بنفسك وتشوف أقرب نظرية للقضية وأقرب حل ليها، عشان نوصل سوا للقاتل، نعرف دوافعه، وكمان علشان تشوف الجريمة من منظور تاني. لو بتحب أدب الجريمة والتفكير في كل تفاصيله، فأكيد برودكاست تحقيق هو المكان الأمثل ليك. زودياك بعد كل جريمة كان بيبعت رسالة للشرطة يقول لهم أنا القاتل. كان بيقول في رسايله إن قتل البشر فيه متعة أكتر من قتل الحيوانات. نفذ ما يقرب ال 28 جريمة، ومن أغرب الحاجات اللي قال إن عنده صداع دايم، ولما بيقتل الصداع بيخف. بعد ما قلت لكم شوية المعلومات والمقدمة عن زودياك، يلا بينا نحكي ليكم القصة من أولها. كوباية القهوة ويلا بينا. زودياك مش مجرد قاتل عادي وخلاص، زودياك كان مخطط محترف وقاتل متسلسل، عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. وده ظهر في ال5 جرايم اللي نفذهم ما بين سنة 68 ل 69. ولما تدرس الطريقة اللي اتنفذت بيها الجرايم، هتعرف ان زودياك كان عنده ثقة كبيرة جدا في خططه بشكل مبالغ فيه. ما كانش بيعمل جريمة ويختفي، لا، ده كان بيعمل الجريمة ويعلن للشرطة ان هو اللي عملها، ويحكي لهم تفاصيل كل جريمة، ودي كلها انواع من الاستفزاز. كان بيستخدم في كل رسايله شفرات ورموز ما كانتش مفهومة في البداية، والشرطة واجهت صعوبة كبيرة عشان تفك الشفرات دي. وكان دايما زي ما قلت لك في كل رسايله يبعت دايرة وجواها صليب، اللي هي هتظهر قدامك دلوقتي. تعالوا بقى احكي لكم عن اول جريمة عملها زودياك في 20 ديسمبر 1968، لما قتل ديفيد فاراداي اللي عنده 17 سنة، وصديقته بيتي لوجينسون اللي عندها 16 سنة، واللي كانوا هما الاتنين في عربية وخارجين مع بعض. ووقفت بالعربية في منطقة فاضية عند بحيرة هيرمان، واللي موجودة في ضواحي مدينة فاليجو في ولاية كاليفورنيا. وواضح من سير خط الجريمة ان زودياك كان بيتابعهم، ما شافهمش صدفة. زودياك خلص عليهم وبلغ الشرطة بالمكان وساب لهم اول رسالة. ندخل على الجريمة الثانية، واللي كانت بعد الجريمة الأولى بسنة تقريبا. في 4 يوليو 1969 قتل زودياك دارلين فيرن اللي عندها 22 سنة، وصديقها مايك ماجو اللي عنده 19 سنة، لما كانوا في منطقة شبه مقطوعة في مدينة فاليجو. وزي ما واضح قدامكم ان تفاصيل الجريمة دي مشابهة جدا للجريمة اللي فاتت، وده معناه ان زودياك كان عنده حالة نفسية معادية مع كل اتنين بيحبوا بعض او اصدقاء. في الغالب ده مرض نفسي بيبقى موجود عند ناس فقدت حد عزيز عليهم، او سببوا لهم اذى نفسي او سابوهم، فبيتحول ان المريض ده بينتقم من كل الناس اللي هو شايف انهم ممكن يسببوا اذى نفسي. فبعد إصابتهم بالاضطراب النفسي ده بيفكروا إن القتل هو الحل الوحيد. والمرض ده بيسمى بالوسواس القهري، اللي بيخلي المريض يقتل بسبب إنه بيفتكر حاجة دايما مسبباله اضطراب نفسي. نرجع لقضيتنا. زودياك قتل فيرن وماجو اللي كنا بنتكلم عليهم من شوية، عن طريق إنه قرب منهم بمصباح وبعدين ضرب عليهم نار. فيرن ماتت على طول، أما ماجو اتصاب بجروح خطيرة. وكالعادة زودياك رن على الشرطة وبلغهم بكل تفاصيل الجريمة وساب لهم رسالته المعتادة. وفي 27 سبتمبر 1969 عمل زودياك جريمته الثالثة. قتل 2 أزواج اسمهم سيسيليا شيبرد وبراين هارتنيل،
على شاطئ بحيرة بيريا في مقاطعة نابا، واختلفت طريقة القتل المرة دي. ربطهم وطعنهم وكتب رسالة للشرطة على باب العربية بتاعتهم، واتصل بقسم الشرطة وقال لهم أنا المسؤول عن الجريمة، ودي أصبحت ماركة مسجلة باسم زودياك. ولكن الغريب واللي يستوقفك هنا إن زودياك ما كانش بيطلب فلوس أو مطالب من الشرطة عشان يبطل قتل، بالعكس ده كل ما الجريمة انتشرت في الصحف أكتر كانت نسبة جرايمه بتزيد. وبعد أسبوعين من الجريمة دي وفي 11 أكتوبر 1969 ضرب نار على سائق أجرة عنده 29 سنة اسمه بول ستين في حي بريسيدو هايتس في سان فرانسيسكو. ولم يكتفي زودياك بالجرائم دي بس، قتل شخص اسمه روبرت دومينيجوس وليندا إدواردو بالقرب من منطقة سانتا باربر في كاليفورنيا، وطعن طالبة جامعية اسمها شيري جويدس. والكلام ده كان في بداياته في 1966 قبل ما يتم ربط الجريمة دي بظهور زودياك. وخليك فاكر اسم شيري جويدس ده كويس عشان هنرجع له تاني. من ضمن الرسائل اللي زودياك كان بيبعتها للشرطة كانت رسالة في أغسطس 69 بيقول فيها: عزيزي المحرر، أنا قاتل المراهقين في الكريسماس الأخير عند بحيرة هيرمان. وبيكمل في نص الرسالة وبيشرح فيها تفاصيل الجريمة اللي ما كانش حد بيعرفها غيره هو بس مهما حققت الشرطة. وكان دايما في كل رسايله يهدد الشرطة انه هيقتل اكتر لو الرسايل دي ما انتشرتش في الصحف. وفضل زودياك يبعت رسايل على هذا المنوال لحد ما في احد المرات وبدون سابق انذار توقف زودياك عن ارسال الرسايل. بس القضايا ما وقفتش هنا. تعال اقولك على شوية تفاصيل تخليك تحقق في القضية وتقول وجهة نظرك معايا. فاكر جريمة سواق التاكس اللي قلتلك عليها انه اطلق النار عليه؟ كان في ناس ساكنة في الشارع اللي حصل فيه الجريمة، ووقت وقوع الجريمة كان في بيت مواجه للمكان اللي واقف فيه التاكسي، وفي شباك البيت ده كان في طفل واقف. وطبعا لما الشرطة جت بعدين واستجوبت اهل الحي قدر الطفل انه يوصف شوية من ملامح زودياك. الصورة اللي اترسمت وقتها عمل اختلاف كبير جوه المجتمع الامريكي، لان في سنة من السنين جه المحقق روبرت جرايمث قال ان زودياك هو واحد اسمه آرثر لي ألين واللي مات في 1992. وفي سنة 2014 انتشر كتاب اسمه الحيوان الأكثر خطورة على الإطلاق للكاتب جاري ستيوارت، اللي قال فيه إن أبوه إرليفان بيست جونيور، واللي بيشبه الصورة التقريبية اللي رسمتها الشرطة لزودياك. وفي نفس السنة في راجل قال إن صديقه لوي مايرز اعترف إن زودياك قبل ما يتوفى في 2002، ولكن ما كانش فيه أي دليل قاطع يدينهم. ومن 4 سنين بالظبط ظهر مجموعة من الضباط اسمهم ذا كيس بريكرز، قالوا انهم عرفوا مين زودياك، وهو واحد اسمه جاري فرانسيس وتوفى في 2018. وقالوا انه في شبه كبير جدا بينه وبين زودياك، وانه كان بيربطوا بعض الاحداث بجرائم زودياك. بس الاف بي اي قالت ان مفيش ادله كفايه تثبت ادانته بشكل كافي، وما زالت التحقيقات مستمره لحد الان. بالمناسبة لو عايز تشوف القصة بشكل درامي أنصحك جدا بمشاهدة فيلم زودياك اللي صدر في 2007. وخليني أسألكم انتم ايه وجهة نظركم، وهل انتم شايفين ان ممكن يكون حد من التوقعات دي هو زودياك؟ طبعا هنستنى ردكم في الكومنتات، وكده تكون خلصت قضيتنا، واستنونا في قضية جديدة.